النهاردة هنروح مكان لو الحيطان فيه بتتكلم تحكي ألف حكاية. تخيل تمشي في حارة ضيقة قديمة، البيوت حواليك شاهدة على مئات السنين، وفجأة تلاقي باب خشب ضخم وراه عالم تاني خالص. مش قصر ومش متحف عادي، ده بيت، لكن مش أي بيت. ده البيت اللي عاش فيه العلماء وسمع ضحك الأطفال وشاف ليالي فن وطرب من أيام العثمانيين لحد النهاردة. أهلا بيكم في بيت السحيمي. بيت السحيمي موجود في الدرب الأصفر المتفرع من شارع المعز في قلب الجمالية، قلب القاهرة القديمة. وده مش بيت عادي، ده يعتبر أكمل نموذج لبيت قاهري من العصر العثماني لسه عايش لحد النهاردة. البيت في الأصل كان قسمين. القسم الأول بناه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1648 ميلادية، وبعده بحوالي 150 سنة الحاج إسماعيل شلبي بنى القسم الثاني سنة 1797 ميلادية، وبقوا بيت واحد، وتسمى بعد كده بيت السحيمي نسبة للشيخ أمين السحيمي، شيخ رواق الأتراك بالأزهر وآخر واحد ساكن فيه. أول ما تدخل تحس إنك سافرت بالزمن. قاعات واسعة، إيوانين قدام بعض وبينهم دور قاعة، وفي النص فسقية رخام كانت بتلطف الجو. تبص فوق تلاقي مشربيات خشب بتنزل نور وهوا من غير ما حد يشوف اللي جوه. عبقرية عمارة زمان. الجدران مكسية خشب مزخرف كأنه لوحات فنية، والأرضيات رخام. مشربيات خشب بتطل على الفناء، نوافذ خرط، دواليب حائط، وكتابات أثرية محفور فيها التاريخ. جوه البيت كان فيه كل حاجة: أبار مية، ساقية، طحونة، أواني لتخزين الحبوب، حمام، وحتى كرسي الولادة. يعني البيت كان عالم قائم لوحده. البيت فضل سنين لحد ما الدولة رممته واتفتح تاني سنة 2000، لكن مش كمتحف ساكن، ده اتحول لمركز إبداع فني، بقى القلب الثقافي للمنطقة. في ورش تعليم كمبيوتر لأهالي الجمالية، وفي حفلات وأمسيات شعر وعروض فنية طول السنة، وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي. أكتر من 55 فنان بيجوا يقدموا عروض مجانية كل يوم حد. وكمان فن الأراجوز وخيال الظل، الفنون اللي كانت هتندثر رجعت تعيش تاني هنا. بيت السحيمي مش مجرد مبنى قديم، دي حكاية مدينة وروح شعب وصوت تاريخ لسه بيتنفس بين الخشب والحجر. لو عايز تشوف القاهرة بعيون زمان تعالى هنا، هتعرف إن الجمال عمره ما بيقدم. ده بيت السحيمي حيث يسكن التاريخ ويغني الفن. إلى اللقاء في رحلة جديدة وجولة جديدة من حكايات مصر اللي عمرها ما بتنتهي.